ازيكم عاملين ايه؟ كنا بدينا من حلقتين ثلاثة كده حلقة عن الأمثال الشعبية، اتكلمنا فيها ايه المصطلحات الصح وايه المصطلحات الغلط، الحواديت بتاعت الأمثال الشعبية. كنت الصراحة يعني ما اكدبش عليكم، كنت ناوية أبدأ سلسلة تانية في حاجات تانية، بس يعني اتطلب مني ان انا اعمل حلقة عن الإسعافات الأولية. انا كنت ناوية أجلها شوية، بس قلت ان الحلقة اكيد هتبقى مهمة، فخلينا نمشي في سلسلة الاسعافات الاولية. الاسعافات الاولية دي حاجة احنا كلنا لازم يبقى عندنا علم بيها. الموضوع يا جماعة مش لا قدر الله لما تحصل المصيبة او الكارثة فاحنا بنودي المستشفى وخلاص والدكتور بيشوف. في حاجات احنا ممكن نعملها في البيت تسعف المريض ده بنسبة مثلا 30-40%. انت متخيلة او انت متخيل ان احنا ممكن ننقذ حد من اهالينا او ننقذ نفسينا لمجرد بس ان احنا عندنا وعي بالاسعافات الاولية؟ طيب، قررت ان انا اتكلم في موضوع يعني هو يعني متواجد ومتوغل جدا الايام دي والفترة ديت بسبب درجة الحرارة العالية، وهي الحرائق. ربنا يكفينا شرها، وربنا يكفينا شر النار وعذابها، ويكفينا شر اي حريقه واي حاجه وحشه في الدنيا. بس احنا لازم يبقى عندنا علم هنعمل ايه لو حصل كذا لا قدر الله. مبدئيا كده احنا كنا بنتعامل غلط مع الحروق وعندنا معلومات غلط. انا هقولها لكم بعدين، بس انا هقول لكم دلوقتي لو احنا لا قدر الله في حرق مثلا او في حاجات. الحروق درجات زي ما احنا عارفين، في درجات بتبقى صعبة جدا، يعني ربنا يعينهم يا رب ويشفيهم ويتولاهم ويتولانا. وبتبقى في ساعات اللي هي الدرجات الخفيفة اللي احنا نقدر نتعامل معاها قبل ما نروح المستشفى. طيب، ايه اللي احنا ممكن نعمله كإسعافات أولية للحروق قبل ما نروح للمستشفى؟ أول حاجة، المنطقة اللي حصل فيها الحرق لا قدر الله بنحطها تحت المية الفترة. المية الفترة ديت اللي هي مية من الحنفية، ميه من الحنفيه، مش بنحطها كده ونطلعها، لا، ده انت بتحطها بما يتراوح مثلا من 10 ل 20 دقيقه تحت الحنفيه، علشان نحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نحافظ على الانسجه بتاعه الجلد. الميه تكون فتره، ميه الحنفيه، ميه الحنفيه نحطها ونركزها على لا قدر الله الحرق او مكان. طيب، نحاول بقى بقدر الامكان المحروق ده او لو قدر الله انتي، نحاول نقلع كل الخواتم اللي في ايدينا على قد ما نقدر، يعني والحاجات اللي ممكن تكون مشغولات، اكسسوارات، حاجات من دي نحاول ان احنا نخلعها. ولو ملابس نحاول ان احنا نقصها، مش نخلعها، نقصها يا جماعه. تمام. ما نحاولش بقى، يعني في ناس اول ما الحرق بيحصل بتروح عامله زي كوره كده بتتملي ميه، ما نحاولش نفرقعها. يعني ده غلط جدا جدا. انت بتبوظ الانسجه بتاعه الجلد، ثانيا بتعمل عدوى، يعني ممكن تعمل عدوى لنفسك وتودي نفسك في منطقه تانية غير الحرق. فاحنا نراعي ان احنا منجيش جنب اي بثور هتطلع من الحرق ده. طيب، بعد ما حطينا الميه خلاص بنحاول ندور على كريم مضاد حيوي نحطه على الحرق لحد ما نروح للمستشفى. ويستحسن ان احنا يبقى عندنا دايما في بيتنا كريم اللي هو اسمه الميبو، ده تحفه، يعني ده للحروق حلو جدا. فنحاول يبقى عندنا الكريمات اللي هي الخاصه بالمضاد الحيوي والمراهم دي من ضمن الحاجات يا جماعه اللي بتبقى موجوده في الصيدليه بتاعتنا احنا البيتنا في بيتنا يعني. فبعد ما نخلص نحط بقى الكريم بتاع المضاد الحيوي. طيب احنا خلاص حطينا ايدينا تحت الميه، حاولنا نحط كريم مضاد حيوي، بنجيب شاش يكون نضيف ومعقم ونلف على الحرق بالراحه خالص، ما نشدش، يعني احنا بنلف على الحرق لحد ما نروح المستشفى ونشوف هنعمل ايه. طب يا جماعه، في حاجات بقى كانت بتنزل على السوشيال ميديا وفي معلومات لدرجه ان الناس بتقولها لا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. الحاجات دي غلط جدا. ايه هي الحاجات دي؟ بيقولك ايه، حط معجون سنان على الحرق. يعني معجون سنان ازاي يعني؟ يعني ازاي نحط ايه؟ يعني ايه المعلومه جت منين؟ طيب، معجون السنان ده بيحفظ الحراره جوه الجلد، ده بيخليها محتفظه. يعني انت مش بتحاول تحسن، لا، ده انت بتحاول ان انت تبوظ على قد ما تقدر. تمام.
انت لما بتحتفظ بالحراره تحت بتعمل الطبقه ديت، بتخلي الحراره ترتفع في المكان اللي اتحرق، فانت بتبوظ وبتضعف اكبر قدر من الجلد. فمحدش يحط معجون سنان، ارجوكوا يا جماعه. انتوا بتجيبوا المعلومات دي منين؟ انا مش عارفه. لو يقول لك ايه لا وبقلب جامد حط معجون سنان، يا عم ليه احط معجون سنان يا عم؟ يا عم انت عايز تموتني يا عم؟ يعني نراعي يا جماعه ان معلوماتنا تكون صحيحه، مش كل حاجه على السوشيال ميديا بتكون بجد. تمام. اول بقى من الحاجات اللي كلنا كنا بنعملها غلط بقى، وانا واحده منكم، لا قدر الله يوم ما بيبقى في حرق يقول لك خش على التلاجة هات التلج وحطه على الحرق على طول، هيبرد لك الدنيا. هو بيبرد بس هو بيبوظ. التلج بيتلف الانسجه اللي موجوده في الجلد. تمام. وكمان بيزود على ان تبقى العلامه باينه وموجوده. فالمعلومه دي غلط يا جماعه. مش اول ما يحصل لا قدر الله حرق نروح حاطين تلج. ابعدوا عن التلج. ميه من الحنفيه، ميه من الحنفيه، هغنيها لكم. طيب، من الاخطاء كمان ان احنا بنروح حاطين الكريم المضاد الحيوي ونروح حاطين قطنه وفوقيها الشاشه. ده غلط. القطنه هتلزق في الجرح وهتعمل حاجات انت مش هتعرف تشيلها وهتبوظ لك الجرح خالص. الجرح بيبقى عايز شاش طبي اللي هو الناعم ده ويتلف بالراحه بالراحه، ما نشدش على الجرح. طيب، في ناس كمان بتمسك بقى تقعد تفعص في الجرح بايديها. تفعص يا جماعه، الجلد خلاص التهب وبقى معرض ان هو يخش له اي فيروس. فاحنا مش يعني احنا بنعالج نفسنا من الحروق وممكن نخش في حاجه تانية. فاحنا ما ينفعش ان احنا نتعامل مع الجرح بايدينا وهي مش نظيفه. يعني يا نلبس حاجه في ايدينا يا اما نغسل ايدينا كويس قبل ما نتعامل مع الجرح. طيب، زي ما قلت لكم ان في ناس لما بتلاقي الجرح عمل زي فقاقيع كده بتعفصها او بتفتحها او بتقعد تنخرب فيها. ده غلط. ده غلط، ما ينفعش ان احنا نعمله، لان ده يعني هيعمل اي عدوى انت في غنى عنها. فنحاول بقدر الامكان نحافظ على نفسينا ونستوعب ونبقى فاهمين احنا هنعمل ايه مع الناس اللي حوالينا. يعني او الموضوع ده مش هينفعنا احنا بس، لا، هينفع الناس اللي حوالينا لو احنا فاهمين. ولو كنتي كست بيت يبقى عندك المعلومات ديت، هتقدري تتعاملي لا قدر الله مع اي وارد جدا وارد جدا لا قدر الله نتعرض لاي حاجه من الحاجات دي، فلازم يبقى عندك علم بيها. طيب، دي بالنسبه للحروق اللي هي جايه من النار مثلا. طب في حروق تانية؟ في حروق تانية. تعالوا اقول لكم ايه الحروق التانية. طيب، في حروق تانية ممكن تكون اقوى من الحروق العادية ديت، اللي هي الحروق الخاصة بالكهرباء. لا قدر الله لو لقينا في حروق ناتجة عن اي حاجة خاصة بالكهرباء، هقول لكم هنعمل ايه. اول حاجة لازم نفصل الكهرباء، لازم ننزل الزراير على قد ما نقدر. دي اول حاجة لازم نعملها. طيب، تاني حاجة بقى احنا هنعملها ايه؟ لما يكون مصاب الحريق بكهرباء، احنا ما ينفعش نلمسه على طول. يعني لو افترضنا ان ده المصاب، احنا ما ينفعش نلمس المصاب على طول. لازم نلبسه من خلال حاجة خشبية، ونحاول ان احنا نبعده بقدر الامكان زي ما انتم شايفين كده. ما ينفعش نمسك بايدينا خالص. طيب، احنا لقينا ان مثلا المصاب دوت لسه في نار، هنعمل ايه؟ بنجيب حاجه صوف او قطنيه، حاجه صوف او قطنيه، وبنحاول ان احنا نحاول بقدر الامكان. احنا كده مش شايفين كده، ممكن نشوف. نحاول ان احنا نطفي الحريقه بالمنظر ده. تمام. طيب، احنا في مكان ما فيهوش لا بطانيه ولا اي حاجه، هنعمل ايه؟ المصاب بيبقى بالشكل ده، بندحرجه على الارض كده، بيدب كده برجلينا. بنحاول ان احنا ندحرج المصاب على الارض، وده هيخلي نسبة النار او الاشتعال تقل واحدة ورا واحدة. لازم نبقى فاهمين وعارفين هنتصرف ازاي في كلتا الحالات. تمام.